الأهلي يكشف موقف بن شرقي من مواجهة يانج أفريكانز. يواصل الأهلي استعداداته لاستئناف منافسات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة يانج أفريكانز، ويستضيف النادي الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: أشرف بن شرقي شارك في التدريبات الجماعية مع فريق الأهلي بعد أن تعافى من الإصابة بمسق في العضلة الخلفية. جلسة بين مسؤولي الأهلي وبتروجيت لحسم صفقة هادي رياض. يعقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة غدا الخميس مع مسؤولي بتروجيت غدا الخميس لحسم صفقة هادي رياض مدافع الفريق البترولي. وعلم أن مسؤولي الأهلي سيتجهون إلى مقر شركة بتروجيت في التجمع الخامس لعقد اجتماع للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة. وسيوقع مسؤولي الناديين عقود انتقال هادي رياض إلى الأهلي، وستتكلف الصفقة حوالي 40 مليون جنيه يحصل عليها نادي بتروجيت نقدا. ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وضم الأهلي اليوم الأربعاء عمرو الجزار وأحمد عيد ومروان عثمان. واستمرت المفاوضات بين الناديين طوال الفترة الماضية في ظل رغبات مسؤولي بتروجيت في رفع المقابل المادي. ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع. وكان هادي رياض قد انتقل من نادي الشربين إلى ناشئين وادي دجلة، كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة. وانتقل هادي رياض إلى بتروجيت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة، ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجيت وسجل هدفين. العودة من جديد. الأهلي يضم أحمد عيد. أعلن النادي الأهلي ضم أحمد عيد ثالث صفقات الفريق الشتوية في الموسم الجاري. وضم الأهلي أحمد عيد الظهير الأيمن قادما من المصري، وكان يرتبط أحمد عيد بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري. وكشف النادي الأهلي عن ضم أحمد عيد لمدة 3 مواسم ونصف بداية من يناير الجاري. وشارك اللاعب في مران اليوم الأربعاء استعدادات لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. وخرج أحمد عيد من ناشئين النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك وقتها. الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا واحترمنا طلب النادي. رفض النادي الأهلي العرض المقدم من الفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، ويرتبط كوكا بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري. وقال عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي للأهلي: رفض العرض المقدم من نادي الفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا. وتابع الأهلي طالب كوكا بالاستمرار لبقية مدة التعاقد حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما احترمناه وقررنا قبوله. واختتم عمرو ناجي تصريحاته: لم يتم التوصل لاتفاق على تجديد تعاقد كوكا مع الأهلي حتى الآن. موعد وصول حمزة عبد الكريم إلى برشلونة. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة بات قريبا جدا من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، حيث يتوقع وصوله إلى مدينة برشلونة يوم الخميس، على أن يعلن الاتفاق رسميا خلال الساعات المقبلة إذا لم تطرأ أي مستجدات مفاجئة. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن إدارة برشلونة أنهت المراحل الأخيرة من الصفقة بعد مفاوضات مطولة ومعقدة مع النادي الأهلي المصري بخلافات مالية وتأخرات إدارية أدت إلى وقت سابق إلى إثارة الشكوك حول إتمام العملية. وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم الذي بلغ من سن 18 عام في الأول من يناير الماضي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأفريقية، وقد لفت أنظار برشلونة بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث سجل هدفين وصنع هدفا خلال 4 مباريات. وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب سيقوم بتمديد عقده مع النادي الأهلي لموسم إضافي، بما يضمن للنادي المصري حقوقه في حال عدم تفعيل برشلونة خيار الشراء، والمحدد بقيمة 3 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات. كما أوضح التقارير أن الملف الأبرز المتبقي يتعلق بتأثير الصفقة على قواعد اللعب المالي النظيف، إذا يتوقع احتسابها ضمن كتلة الأجور رغم كونها على سبيل الإعارة. وبحسب التقارير فإن التعاقد مع حمزة عبد الكريم يأتي لتعزيز خط هجوم فريق برشلونة الرديف في وقت يحتل فيه الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب. وياريت تدعمنا بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.